ابن أسوان اللي أبهر الأمريكان بمية النيل. أنا أول مصري عربي يعمل شركة مياه النيل هنا في أمريكا. يعني إزاي جات لك الفكرة إنك تعمل أزايز مية معدنية وتنافس أكبر الشركات الأمريكية اللي موجودة هنا؟ أول لما عملنا اللوجو كل الناس قال لك النيل مفتاح الحياة، كنا بنشرح للناس إيه النيل وإيه مفتاح الحياة. في مية أنهار، مية آبار، إحنا ميتنا من أقوى أنواع المية، والمصنع بتاعنا متقدم معاه مصنعنا إن إحنا بنعمل للأرم للقوات المسلحة الأمريكية اللي الناس مش عارفاه. تخيل إن الإزازة دي بتروح للجيش الأمريكي، فمعنى كده إن جودة المية نقية لدرجة مهولة. والبي اتش بتاعنا 8، الجسم الطبيعي للبني آدم بي اتش 7، انما احنا اعلى 8. حاجه بقى انا لاحظتها كل نيويورك ادخل محل الاقي حاطط اللوجو بتاعه على الازازه. مين صاحب الفكره دي؟ الحمد لله بفضل من ربنا انا في صاحب الفكره دي. اي صاحب بيزنس عنده كذا فرع بعمل له الميه بتاعته باسم اللوجو بتاعه. كنوع من انواع الاوفلاين ماركتنج، لما امشي بالازازه بتاعته مثلا على سبيل المثال يو تشيكن، بمشي بالازازه بتاعت يو تشيكن في اي مكان كل الناس بتاخد بالها يو تشيكن، فهي فكره فيري سمارت. انا احييك عليها بعيدا عن الفيديو يا جماعه، انا احييك عليها والله بجد. الناس اللي مهتمه علشان تطلب الميه دي وتحط اللوجو بتاعها في ويب سايت، في رقم تتواصل معاه. رقم التليفون موجود وعندنا ويب سايت موجود. كل ده يا جماعه هتلاقوه موجود في الكابشن. والله يا جماعه شرف لينا اهل اسوان، والله اللي مشرفينا في كل حته وهنا في امريكا. كويس ان انتوا عملتوا لنا حاجه من ريحه مصر.